بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتحدث عن محاولات الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك للاستيلاء على القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية البيزنطية في عهد الإمبراطور البيزنطي ليو الثالث الأيسوري عام 717 ميلاديا. وإنني مقسم هذا الموضوع إلى عدة عناصر، منها إرسال الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك جيش كبير وأسطول لغزو القسطنطينية. قد حدث في سنة 98 هجريا عام 717 ميلاديا، وهي السنة التي اعتلى فيها ليو الثالث عرش الدولة البيزنطية، أن أرسل الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك جيشا كبيرا يسانده أسطول للاستيلاء على القسطنطينية. العنصر الثاني تحمس الخليفة سليمان لمشروع هذه الحملة. وتحمس الخليفة سليمان لمشروع هذه الحملة لدرجة الاعتقاد أن سليمان الذي قالت عنه الروايات أنه فاتح القسطنطينية، وطمعا في بشرى الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لتفتحن القسطنطينية، فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. العنصر الثالث إعطاء الخليفة سليمان القيادة لأخيه مسلمة. وأعطى الخليفة سليمان القيادة العليا لأخيه مسلمة بن عبد الملك، وأمره أن يقيم عليها حتى يفتحها أو يأتيها كما يذكر الطبري. وفي 15 أغسطس عام 717 ميلاديا وقفت الجيوش البرية تحت قيادة مسلمة أمام أسوار القسطنطينية، ووصل الأسطول الإسلامي إلى مياه القسطنطينية في أول سبتمبر عام 717 ميلاديا. وبلغ عدد الأسطول الإسلامي في إحدى الروايات البيزنطية 1800 سفينة من مختلف الأنواع، وهو عدد مبالغ فيه. العنصر الرابع خطة المسلمين في إحكام الحصار. وكانت خطة المسلمين هي إحكام الحصار على القسطنطينية وقطع المواصلات البحرية بينها وبين البحر الأسود شمالا، وبينها وبين بحر مرمرة وبحر إيجا جنوبا. ونجح الأسطول الإسلامي في قطع المواصلات من الجنوب، وفشل في إحكام الحصار على ناحية البحر الأسود بسبب انحدار تيار مائي من البحر الأسود عبر البسفور إلى بحر مرمرة. فلم تستطع السفن الإسلامية التغلب عليها لاعتمادها على الرياح. استطاع علي الثالث بما له من مهارة حربية ممتازة أن يحول دون إحكام الحصار على المدينة. وتلقت القسطنطينية الإمدادات والمؤن من إقليم البحر الأسود، وعاقت السلاسل الضخمة الطريق أمام سفن المسلمين إلى القرن الذهبي، وأحدثت النيران الإغريقية اضطرابا وذعرا في السفن الإسلامية. وكان شتاء سنة 717 ميلاديا أو 718 ميلاديا قارسا على غير العادة. العنصر الخامس والأخير عودة مسلمة بن عبد الملك إلى الشام بأمر من الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز. ولم تضعف هذه المشقات عزيمة القائد المسلم المسلمة، وظل محاصرا لمدينة القسطنطينية 12 شهرا مصمما على فتحها، حتى جاءته الأخبار بوفاة الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك. وأمره الخليفة الأموي الجديد عمر بن عبد العزيز عندما تولى الخلافة في سنة 99 هجريا 718 ميلاديا برفع الحصار والعودة بمن معه من المسلمين إلى الشام. وأرسل إليه خيلا وطعاما كثيرا وحث الناس على معونتهم. وإلى اللقاء في الموضوع القادم إن شاء الله تعالى، وشكرا على حسن استماعكم.